السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقضي يومنا كده مع بعض. الفيديو ان شاء الله يكون خفيف ولطيف عليكم، وفي كلمتين حابه اقولهم في اخر الفيديو دول لحبايبي بقى اللي حابين يسمعوهم، واتمنى ما حدش يزعل مني. المهم هنبتدي اليوم كده بالبسله. النهارده بقى المفروض يعني ان في التوقيت اللي احنا فيه ده الموسم بتاع التفريزات، بنفرز الحاجات اللي ده الموسم بتاعها. ومن الحاجات اللي موجوده الحمد لله خير الشتاء كتير الحمد لله. والأسعار في وفي، يعني في مثلا البسلة تلاقي في منها كيلو ب15 وفي مناطق تانية ب10، فعلى حسب. فانت لو ما عندكش ديب فريزر او امكانياتك الماديه ما تسمحش بتفريز كميات، او صحتك على قدك زي كده ما تقدريش تقفي كتير، فمش مشكله، ممكن تجيبي حاجه بسيطه كل اسبوع تجيبي صنف واحد. فعموما برضو انا ما كنتش انا اللي بفرز البسله دي ليا، يعني دي كانت عند حماتي، بس انا قلت اقول لكم ان هي حلوه جدا في السوق الايام دي، فهاتوها وفرزوها. طريقه التفريز كل واحد يفرز بالطريقه اللي بتعجبه. طب انا ليه بقى ما بفرزش؟ عندي انا اصلا ما عنديش حد بياكل. فقعدت كده اخدت البسله على الارض وقعدت فصصتها وقطعت الجزر، وحماتي بقى اللي هتفرزها. المهم دي كانت الكيلو فيها ب10 جنيه. كان جاي لي رز. بصوا بقى الفيديو النهارده والله العظيم انا وانا بصور قاعده اقول سبحان الله. كنت مطلعه مبلغ ما، قلت هجيب بيه شويه طلبات للاسبوع. تمام. وعايزه رز وعايزه خضار، عايزه طماطم وعايزه بصل وعايزه وعايزه اجيب شويه مكرونات ولسان عصفور. عارفين لما البيت يخلص كده فجاه. وسبحان الله والله العظيم كل الحاجات تقريبا اللي كنت كاتبه ان انا عايزه اجيبها جات لي ومن غير ما ادفع ولا مليم. المهم حماتي كان جاي لها رز، فهي كان ايه، طلعت اخدت انا يجي 3 كيلو كده ولا حاجه. وحماية كان جايب خضار الاسبوع. الفيديو ده كان متصور يوم الخميس، فهم بيجيبوا حاجات الاسبوع يوم الخميس. و فالمهم هي بقى ايه، جابت لي رز وكيس كده فيه خضار بقى، وطماطم بصل بطاطس. يعني الكميه دي عايزه اقول لكم ممكن تقعد عندي اسبوعين. الفترة دي بما إن الزيت غالي جدًا، 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 فأنا منعت خالص البطاطس المقلية والمحمرات والحاجات دي. كمان كانت مطلعة لي خَصّ، فأنا لمّا لقيت الورق بتاعه حلو وعريض كده وكبير قُلت حلو أوي، أنا كده إن شاء الله بكرة اللي هو الجمعة هاعمل محشي. فقُلت خلاص أنا عندي كيس كرنب كده كانت ماما مفرّزاه وعاطياه لي، فهاطلّعه، ولو الخلطة طلعت كتير عليه ممكن أبقى أكمّل بكام واحدة من ورق الخاص. لقيت نفسي متشجعة وكنا في البدري جدًا وكنت فرحانة كده اللي هو يهيه جالي رز. عارفين الأيام دي لمّا حد بيدخل عليكِ بأي حاجة أو أي حاجة بتيجي لِك وأنتِ تتشال كده بند من عليكِ من الميزانية، بتبقي فرحانة أوي. المهم خدت بصلتين قطعتهم وقُلت طيب أنا هاعمل التسبيكة بتاعة المحشي، مش التسبيكة كاملة، يعني مش هاحط عليها خضرة ولا رز ولا أي حاجة، أنا يا دوب بس هاعصر الطماطم وأدبّل البصل. طيب أنا عادةً باعمل المحشي ني في ني، يكون أخف ومن غير دهون وكده، بس بما إني هابيّت الخلطة أو التسبيكة دي لتاني يوم، فما ينفعش أحط بصل ني، فاهمين قصدي؟ فكان لازم أسبِّك للمحشي. فقُمت جايبة البصل كده هاحطه على النار، حطي المادة الدهنية اللي أنتِ عايزاها، سمنة بقى، زبدة، زيت، ليا. أنا أكتر حاجة باحبها إن أنا أعمله حتة من السمنة البلدي وحتة ليا، يا لهوي على الريحة! المهم طبعًا سمنة بلدي إحنا عاملينها في البيت وحلوة وزي الفل، بس بتبقى كمية بسيطة برضه. كنت مشغّلة مسلسل ريا وسكينة وقاعدة باتفرّج عليه، ملاذي الآمن، اللي هو ما الاقيش حاجة أتفرّج عليها وأنا باشتغل على طول أجري أشغّل ريا وسكينة. حطيت بصل كده علشان يدبل، وأنا كمان باحط توم في المحشي، فبس ده اللي أنا حطيته، بصل، توم، شوية التوابل والطماطم. عندي طماطم متفرّزة في الفريزر، بس ما رضيتش أطلّع منها، قُلت أسيبها زي ما هي وآخد من الطماطم اللي حماتي جايباها لي اللي كانت مستوية شوية، فقُلت أعملها، باصفّي الطماطم كده وبس، وباسيبها تغلي كام غلوة وهاسيب ده يبرد وهادخّله على التلاجة علشان ده هيتعمل لبُكرة. بس أنا قُلت أكسب وقت، كانت لسه زوزو ما جاتش وبُكرة هاعمل المحشي وزوزو هنا، فقُلت إيه لأ، يعني أي شغل مع زوزو لازم، يعني قُلت أسهّل على نفسي الأمور. المهم أنا مش عارفة هو باين في صوتي والّا لأ، بس معلش لو أنا باسجّل لكم صوت على الفيديو. باحاول أبتسم وألبس قناع الابتسامة والتفاؤل والطاقة الإيجابية، وأشيل قناع السلبية والاكتئاب اللي أنا لابساه، بس يا رب ما يبانش في الصوت. هاحكي لكم في آخر الفيديو. المهم
حطيت بقى الطماطم كده عشان تتسبك وعليت عليها النار شويه، وبعدين هديت وعملت كمان الخصايه كده، اخدت منها الورق الكبير وقلت هسيبه في كيس في التلاجة لو بكره احتاجته هبقى استخدمه. بعد شويه هم جم، كانت مرات اخويا جت وجايبه لي زوزو، وكانوا جايبين لي شويه حاجات، واخويا باعت لي شويه شويه حاجات تودي في داهيه تقلبظ البني ادمين. فبس ادعوا لهم كده ربنا يبارك لهم فيها ويهديها، دي الست زوزو، ويرزقوا برزقهم يا رب. الدنيا دلوقتي بجد اي حد معاه طفل صغير بقى بامبرز ولبن وعيا وحاجات من دي، ربنا يكون في عونهم والله. المهم كانت هي جايبه سمك، ده اللي هو الشبار الصغنن، في ناس معرفش بتسميه خنيني حاجه كده، بس ده مش في دمياط، احنا في دمياط هو شبار مبطرخ صغنن، بس ده ما كانش مبطرخ، بس كان طعمه تحفه. كانت هي جايباه من دمياط الجديدة، فكان حلو قوي، ده كان هيبقى غدانا النهارده. وكان دي بقى الشنطة اللي اخويا بعتها لي، اللي هو انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ انا عايزه اخس يا ولاد. الجو برد جدا جدا جدا، وللاسف بجوع بالليل. يعني اعتقد ان اي شخص عنده الاراده والقدره انه يعمل دايت في الشتاء، او انه يقعد يعمل مثلا صيام متقطع ويمنع اكل من الساعه 7 بالليل ل 7 الصبح، ده انسان المفروض ياخد جايزة، يتعمل له تمثال ويتحط في متحف. فالمهم حطيت بقى الحاجات دي كده على جنب، وهما برضو ايه، وقلت بقى ايه افتح يا ولاد الزيارة اللي جات لي معاكم، علشان ايه مش عارفة، عملت لي كوباية شاي اخضر وحطيتها، قلت اوريكم ايه اللي جالي، عشان والله العظيم انا يومها كنت قاعدة اقول سبحانك يا رب، انا اصلا كاتبة الحاجات دي في النوتة بتاعتي ان انا هنزل اروح اشتري إيه الحاجات اللي جت لقيتها كلها جت من غير ما اشتري. المهم كان برضه اخويا باعت لي الحاجات دي معاها، راني. انا عارفه انه الحاجات كلها قاعده اقول لكم ممنوعات ممنوعات، بس الواحد جاي له زياره هنعمل ايه. المهم لقيتها جايبه لي عدس ومكرونه. المكرونه دي انا ان شاء الله هشيلها بقى في كرتونه رمضان، لان انا عندي اللي يكفيني من هنا لحد رمضان الحمد لله، لان برضو زي ما انتوا عارفين او متابعين او شايفين اللي بيحصل في الفيديوهات، ما مش بطبخ كل الايام، مش بناكل كميات كبيره بسبب تعب حماتي، معظم الوقت باكل معاها تحت، فتلاقوني مش بطبخ عندي كتير وهكذا. وبس كده حطيت بقى ايه، فتحت الحاجات، جايبلي كده اكياس كاتشب شاي. وده اللي كل فيديو بيحصل حاجة زي كده بقولها لكم، انه احنا ماشيين الحوار كده مع بعض، بنتبادل الحاجات، انا امي حماتي مرات اخويا كده، كلنا شغالين مع بعض، اللي عنده حاجة مثلا زايدة عن استهلاكه بيديها للتاني. يعني اخد مثلا من حماتي رز، لو انا عندي بقى اي حاجة تانية زايدة عني، مثلا عندي جالي سمنة وانا مش محتاجاها فعادة اديها لها، وهكذا احنا ماشيين الموضوع كده. وبس ربنا يبارك في ارزاقنا جميعا يا رب، ويوسع رزقنا جميعا. كنت فرحانه جدا اللي هو ياه، مش هنزل اشتري مكرونه، بس برضو نزلت. المهم انا نزلت بقى السوق وخلاص، قلت لا، انا كده كده كنت هروح عند بتاع المكرونه، كنت هجيب مكرونه سايبه وشعريه وعدس ولسان عصفور وحاجات من دي، فلغيت بقى الحاجات اللي جات لي مش هاشتريها يعني، وقلت انا جبت انا بقى ب15 جنيه لسان عصفور. مش عارفه هما الكيلو اصلا بكام، بس انا قلت له هات لي ب15، طلعوا كتير قوي، طبعا هحطه في التلاجة. وجبت كمان ب15 جنيه ذره، ده الذره بتاع الفشار. لسان العصفور حلو يعني، انا اصلا بعمله عادي، يا اما في شوربه يا اما بعمله زي طاجن كده، او شفته في قنوات بيعملوه زي الرز البسمتي وجربته وطلع حلو قوي. جبت من المخبز ب10 جنيه كايزر او فينو، هحطه في الفريزر عشان سندوتشات بتاعة للعشاء للفطار. انا في العادي مش بشتريه، بس بما ان عندي حد وكده لازم استخدمه. جبت فراولة، واخيرا الفراولة غالية جدا، فجبت فراولة دول كيلو ونص ب30 جنيه، الكيلو ب20، في ب15، وفي ناس بتبيع الكيلو ب30، فمش عارفة هي غالية اوفر ليه كده، بس كانت حلوة. دي مش هعملها عصير، مش دي اللي هتتخزن طبعا، الايد الصغننه اللي انتوا شايفينها دي كانت زوزو. فالمهم جبت فراولة، وقلت بقى ايه عايزة تتعمل، هناكلها كده مش هنخزنها. ما اعتقد ان صعب قوي ان حد يجيب دلوقتي فراولة للتفريز تكون الكيلو ب20 جنيه او 30 جنيه، هيبقى حرام يعني. وبس مرات اخويا بقى قعدت هي عملت شالت الجزء الاخضر ده، وجوزو يعني كل حد كان بيعمل حاجة، انا بجهز في الاكل مثلا، مرات اخويا قعدت شالت الفراولة، ودي زوزو كانت بتحاول تكركب لنا المطبخ. الفراولة بغسلها عادي في مية جارية، وبعدين بشيلها من المية دي، وبعدين بحطها في مية تتنقع، مية بخل، ربع ساعة بس، 10 دقايق ربع ساعة، ما تطولوش لان بتبوظ. ودي زوزو كانت بتمارس هوايتها المفضلة الكركبة،
وبس. فكنت بحاول اعيشكم معانا الاجواء. كانت بتجيب التوم من التربو اللي في المطبخ في البلكونه وتلقيني بيه، علشان هي بنت حنونه بتحب عمتها وكده. زوزو بالنسبه لها البطاطس والبصل والبطاطا والثوم كلهم بطاطس. فبس المهم كنت ولعت على الرز، عملت رز بشعريه وطلعت المخلل، بصل اخضر، السمك، وده كان الغدا بتاعنا. يعني احنا بنعشق الاكله دي. السمك ده يعني لو قلتيلي تاخدي بوري كبير او دينيس كبير ولا تاخدي الشبار الصغنن ده، انا اخد الشبار الصغنن، بحبه اكتر من السمك الكبير. بس ده كان الغدا بتاعنا اليوم اللي هو يوم الخميس. قعدنا شويه كتير بقى اتفرجنا على فيلم مش عارف ايه، وخلصت المواعين وظبطت كل حاجه، وبالليل عملت فشار وحطيت عليه التوابل اللي احنا بنجيبها من عند العطار، كانت توابل بالجبنه. وجبنا فيلم اتفرجنا عليه. كان نفسي اتفرج على فيلم موانا. ساعات بتطلب معايا افلام انيميشن وكرتون وحاجات كده. وبس. نيجي بقى للموضوع، بما ان خلاص الفيديو بيخلص اصلا. اللي من ضمن الاسباب اللي عمليه اكتئاب الفتره اللي فاتت، طبعا في حاجات كتير كلها شخصيه فلا داعي لذكرها، ولكن بالنسبه للقناه كالعاده كل فتره هتلاقوني باخد قرار انه كفايه كده، وقفي شغل على القناه. ملهاش لازمه، انت بتعملي حاجه في الفاضي. يعني انا حرفيا بعمل حاجه في الفاضي. احصائيات القناه كلها نازله. الفيديو الاخير اللي نزلته انتوا مش متخيلين اخد مني وقت ومجهود وتصوير ومونتاج وبعدين الاقيه جايب لي 100 مشاهده. اللي هو ايه، اللي هو اول يوم اصلا جاب لي تقريبا حاجه و70 مشاهده. انتوا متخيلين الرقم؟ فانا حاسه ان عارفين اللي هو اني بعمل حاجه في الفاضي، بعمل حاجه من غير مقابل. غير انه حصل حاجه غريبه جدا. انا عموما القناه دي ما قبضتش منها ولا مليم من يوم ما عملتها. انا عاملاها من 3 سنين. الربح متفعل عليها مثلا من سنه. في خلال السنه دي مفروض لازم مش هقبض غير لما اكمل اول $100. ده حاجه معروفه الناس كلها عارفاها بتاع اليوتيوب. فاللي هو انا طبيعي اكيد ما جبتش $100، بس كمان لما اوصل اللي هو حتى ما جبتش نصهم حتى. وبعدين فجأة ده على اخر 2022 اللي هو من كام يوم يعني. وفجأة اللي انا وصلت له اللي هو قليل اصلا يتحذف. وبعدين لقيت انها مشكلة عامة، دخلت سألت ودورت، لقيت ان لا، هي اليوتيوب اصلا بيحذف الارباح، بيحذف المشاهدات، بيحذف الساعات، بيعمل حاجات غريبة كده. مش بيوصل الاشعارات للناس. انا ايه الفكرة ان انا عندي في القناة اكتر من 5000 مشترك، منهم نقول 30-40 حد اللي بيتفرج على الفيديوهات، والباقي اصلا مش مشتركين. طب انا بعمل في نفسي كده ليه؟ انا طول الوقت بقعد اسال نفسي. انا كل ما ادخل على استوديو يوتيوب اقعد اشوف الاحصاءات بتاعه القناه، لا المشاهدات، لا الارباح، لا الساعات، لا المش عارف ايه. مجرد ان انا شاغله نفسي بحاجه عامله لي توتر وقلق وخنقه. انا بعمل مجهود في حاجه مش جايبه لي اي حاجه خالص. فانا مش عارفه اخد قرار. يعني انا بقول لكم عشان انا مش عارفه اخد قرار. فقولوا لي انتوا لو مكاني هتعملوا ايه؟ لو انت بتدي مجهود في حاجه من غير مقابل، وحتى لو من غير مقابل مادي، هو مفيش مقابل معنوي، اللي هو مفيش مشاهدات، مفيش تعليقات، مفيش اي حاجة خالص. القناة مش بتكبر. وانا عمري في حياتي ما هعمل ان انا لا اوقفي شغل هنا وافتحي قناة جديدة. انا لا خالص. انا ما عنديش ولا ذرة طاقة ولا مجهود ان اتعب كل التعب ده تاني. لا، ده 3 سنين وشوية بعمل في مفيش. انا بكبر في مفيش. فمش عارفة، مش قادرة اخد قرار اني اقفلها، لان مش هاينه عليا، صعبان عليا قوي، صعبان عليا الناس اللي انا بحبهم في القناه. وهيبقى صعب قوي 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 فوق ما تتخيلوا. وفي نفس الوقت مش قادره اكمل في حاجه ملهاش لازمه من الاخر يعني. فمعلش يعني، اعتبروني كنت بفضفض معاكم عشان أنا مخنوقه مش عارفه انا هعمل ايه اصلا. فلو ده كان اخر فيديو على القناه، اتمنى لو تفتكروني بعد كده باي دعوه حلوه. شكرا جدا ليكم، وسلام عليكم.